فيديو النهارده هنجرب مع بعض اخر مستجدات المنيو الجديده بتاعه المطعم قريب من هنا، بيعمل اكل هندي وسريلانكي وشويه اكلات صينيه كده. فالنهارده هنجرب ده تشيكن تشيلي. هي تقريبا حجم السندوتشات عندهم كلها واحد. هو جاي معاه بطاطس، بسم الله، فراخ طريه جدا، الصوص طعمه حلو، في سنه سبايسي صغير، ده 10 على 10. وجاي معاه بطاطس حجمها حلو وسخنه كمان. ده تشيكن برجر كريسبي، التغليف بتاعه حلو قوي الصراحه، سخن جدا. ده شكل البرجرايه العادي يعني، الصوص بتاعهم والقطعه الفراخ وخيار مخلل وسلطه وحاجات كده. فنقول بسم الله. حلو قوي ده، انا اول مره ادوقه من عندهم، ده جديد لسه. حلو قوي الصراحه، ونوع الفراخ المستخدمه جميله جدا، تتبيلتها ولا غلطه. اللي بعد دول انا مش عارف ايه هم الصراحه، انا مش فاكر الاسم، اللي هم مسمينهم اسامي غريبه جدا، بس هم فراخ. حجم القطع الفراخ فيه كبيره جدا. الصوص هنا مسكر اكتر شويه، الفراخ طريه جدا ولكن طعمه حلو قوي 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 الصراحه، والخضار اللي محطوط جواه فريش. لازم نشرب حاجه ساقعه معاها. ده عصير ليمون، طعم الليمون مركز جدا، السكر بتاعه عالي، حلو الصراحه. ده بقى لسه منزلينه جديد، اسمه فرانشيسكو بوتيتوز اند تشيكن. المفروض بطاطس على فراخ على حاجات كده كتير مع بعض. انا بحس ان من اكمن العيش المستخدم واحد ونوع الفراخ واحد، بس باختلاف الصوصات بحس ان هم كلهم شبه بعض. بسم الله. بصوا هو حلو بس مش حاسس في فرق بينه وبين اللي كان قبله. الصوص بتاعه حلو خفيف كده، الفراخ طريه جدا، الخضار كله فريش طبعا، هو حلو الصراحه. ولكن كتقييم نهائي التشيكن، فالكريسبي تشيكن برجر ده هو الفايز الصراحه. فاكتبوا تحت في الكومنتات حد فيكم جرب اكل هندي قبل كده، وايه اكتر اكله حبيتوها. اشوفكم فيديو قريب، ومع السلامه. وما تنساش تعمل فولو ولايك واشتراك، سواء بتشوفنا على يوتيوب او على تيك توك او على انستجرام او في اي حته، خصوصا الفيسبوك. سلام.